الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اخواتي حبايبي، يسعد صباحكم يا رب بكل الخير والسعادة وراحة البال، اللهم امين يا رب العالمين. كده كنت فعلا هلكانة النهاردة، فالجو حتى حر عندنا في اسيوط كده، فما صدقت ان انا قلت ايه ننام شوية، وقمت بقى قلت نصور الروتين بتاعنا ونخلص باقي الحاجات اللي ورايا، فسامحوني لسه صاحية من النوم. اول حاجة جبت ليمون. تمام، بصوا الليمون الكيلو ب10، يعني حلو جدا للناس اللي عايزه تخلي لي ليمون، حلو جدا. الكيلو ب10 جنيه. تمام، جبت كده كيلو بينفعني في عصير، بينفعني للسمك. الليمون ما بنستغناش عنه صراحه في البيت. جبت ايه؟ جبت جرجير بقى، على خضره، على شبت، على بقدونس، يعني المحشي كده يبقى زي الفل. بصوا اللهم بارك يا رب، الناس الفلاحين حاجتها حلوه خالص. جبت مثلا ايه ب7 جنيه جرجير على خضره. تمام، بسم الله الرحمن الرحيم. بص، تمام كده. هنخليها بقى ايه لمحشي، لكفته، طبق سلطه، فده كلها برضو بتوفر معايا وبتنفع في البيت. خلينا نستنى دي عشان نفهمكم القصه ايه في الاخر. وجبت جوافه، ماشي، جبت الجوافه الكيلو ب12، يعني الكيلو وربع ب15. تمام. جبت ايه تاني؟ اذن وجبت موز، يعني برضو الموز الكيلو ربع بكام يا ربي؟ الكيلو ربع برضو ب15. تمام. جبت البتنجان، برضو البتنجان الكيلو وربع ب15. يعني الحاجة تحسوها، بصي الحاجات ديت على فكرة مش يعني ابتدت تنزل، وبرضو مش السعر اللي هو الغلو الجامد يعني. وجبت الارنبيطه ديت ب20، بس اللي هي ايه بقى، هنشيل ده كده بسرعه عشان ابتدت ان هي يعني ايه، مش عارفه هي ليه عملت كده، جايباها حلوه خالص. المهم هنمسكها برضو، نوضبها كده ونقطعها ونيجي حطها في كيس، نحطها في التلاجة برضو. تمام. جبت بصل، البصل كيلو وربع ب27 او ب30 تقريبا. تمام، يعني هو البصل بنجيب الكيلو وربع بيمسكني للاسبوع. البصل الابيض على فكره احسن من الاحمر، الاحمر في الاكل ما بيبقاش ليه طعم. جبت برضو طماطم، الطماطم ب10، لا يا رب ده ب15. جبت 3 طماطم، عشان الطماطم اكيد ديت هي روح البيت، يعني الطماطم لاي طبخه ولا اي اكله، بس عارفه بقى بنظبطهم ازاي، يعني 3 كيلو عارفه بنظبط بيهم الاسبوع ازاي. تمام. جبت برضو رمان، جبت 2 كيلو ب20. تمام. جبت ايه؟ بص بقى ديت كنت جايباها من القوات المسلحه، دي سمنه او زبده بمعنى اصح، عندنا احنا هنا في القوات المسلحه. تمام. بص دي بتجيبيها بتبقى حلوه خالص. افتحي الكاميرا بس شويه لون. بنجيبها بنسيحها، بص زي البلدي. وساعات بنيجي جايبه نص كيلو مستمنه اللي هي الفلاحي بتاعتنا، ونيجي حاطه دي على دي، بتديها طعم عسل. بنجيبها الزبده ليه؟ عشان الزبده خفيفه. يعني في السمن العلب وكده، بس بصراحه دي احسن، دي خفيفه جدا في الاكل وبتدي الاكل طعم. فهنسيحها وهنجيب عليها نص كيلو من البلدي او كيلو من البلدي، نحط ده على ده ونسيحها. تمام. وجبت برضو فرختين، هنمسكهم بقى هنطلع منهم بانيه معاكم، ونطلع برضو منهم ايه حواي كده، نعملها صينيه ببطاطس. تمام. هنحط بس ايه، نعمل الفراخ الاول وبعد كده نرجع بقى ايه نغسل الحاجات نحطها في الثلاجه ونسيح السمنه. بنجيب برضو فرختين في الاسبوع، يعني عايزه نقول لكم بيعملوا 3 وجبات. تمام. بنقطعها بقى، بناخد الاول ايه الصدور ديت، يعني نقطعها حتت صغيره كده. عندي مثلا اولادي ما نيجي نقطع، نخلي ورك مثلا زي ما هو بيسيبوا نصه، فلا بنقطع حتت صغيره تلاقي لا ما بتتسابش، وفي نفس الوقت بتظبط الميزانيه بتاعه البيت. في نفس الوقت برضو ممكن تعمل لهم وجبات، بدل ما تجيب لهم حاجات من بره. يعني مثلا عملت صدور الفراخ بنعملها بانيه، هنوريها لكم دلوقتي ان شاء الله، هنعمل معاكم وجبه برضو منها.
برضو ممكن مثلا ناخد الحوايج بتاعه الفراخ هنعملها مع صينيه بطاطس مع صينيه كوس. ماشيه بكده على فكره من زمان خالص. كنت الاول بنجيب صراحه 3 فراخ، بس مع غلو الحاجه بنجيب فرختين مثلا في الاسبوع. ممكن وجبه سمك جنبهم، يعني ممبار، يعني عامه انت وحسب عيالك ما بياكلوا في البيت. فده بتوفر معايا صراحه، الميزانيه بتظبط معايا، بتبقى حلوه خالص. فمنقطعها بقى الورك، نجيبه مثلا 2 الصدور بنخليها على طول يا البيتزا، يا بنعملها زي ما انتوا شايفين كده بانيه. يعني مثلا جبت فرختين، هناخد الحواجن نلمها كلها مع صينيه بطاطس، ادي كده اتحسبت معاكي وجبه. هناخد صدور الفراخ هنعملها مثلا بانيه، ادي كده وجبتين. هناخد مثلا الوراك ديت اللي هو الورك اللي جسم مثلا على 2، مع يعني برضو ممكن نعمل بطريقة سهلة تانية، يعني مع صينية كوسة ممكن نشويهم، يعني بطريقتك انت بقى. بصي، السمك لازم تكون وجبة ليكي في الأسبوع أساسي السمك، لأن كله بروتين. فده كمان بيخليك ان انت تعرفي تظبطي ميزانيه البيت. نزلت النهارده جبت مثلا الخضار ده، حاجه البيت بالاسبوع احسن من حاجه الشهر بكتير. يعني عارفين انتوا جربتي بالشهر، لا لا لا، الحاجه بتبقى مجمده ازيد من اللازم. ما بتعرفيش برضو ان انت الحاجه اللي عايزاها تبقى موجوده عندك بكميات. يعني جبت حاجة الشهر، بس مع الغلو ده هتخشي في مبلغ. مع الغلو ده هتلاقي الحاجة، مهما بتكوني برضو حاجة الشهر ما بيبقاش ليها. يعني مثلا ممكن تجعلي فرختين كده او 3 فراخ او 4 فراخ في التلاجة شهر كامل، الحاجة الفريش حلوة برضو. يعني حاجة الاسبوع ده يعتبر خفيفة معاكي. غسلت بقى كده زي ما انتم شايفين، قطعتهم غسلتهم بملح وليمون. الخل ما بننزلش بصراحه بيه بالفراخ عشان بيبقى مخلي لهم ريحه يعني. هي الفراخ غسلتها كم مره كده بالميه، وبعد كده ملح وليمون. عند ما بنيجي نعملها بقى، ممكن تغسليها بحبه دقيق على حسب يعني ما انت بقى ليها مثلا النهارده بكره. في حاجه الاسبوع بتوفر معاكي، حاجه الاسبوع الحاجه بتبقى برضو طازه. فكل ده بيسهل معاكي كأم في البيت، بيسهل معاكي. فشوفي كده امك زمان كانت بتعمل، جلديها في الحاجات الحلوه وجلديها دلوقتي. ربنا يدي امهاتنا جميعا الصحه يا رب، الناس الكبيره، الناس العسل البركه دي. لكل ام، لكل اخت، لكل صديقه. والدتك عايشه حطيها جوه عينيك، حماتك عايشه برضو لوجه الله حطيها برضو جوه عينيك. بصي انت شوفي بتتعبي ازاي في بيتك، وشوفي بتتعبي ازاي في حياتك. بكره يعني عيالك لما يكبروا هيقدروا انت كنت بتعملي ايه عشانهم. بس اوعي تاخدي الحياه كده، تاخدك منهم كده لعبي وتحكي وفرحي بيهم وكبريهم وهنيهم وانت عايشه وابوهم عايش. كل ده بيخلي النفسيه مرتاحه. العيله لما تكبر تلاقي كده في حاجات حلوه ايامنا زمان واحنا صغيرين. ربنا يفرحكم باولادكم يا رب. خدت بقى كام واحده كده حطيتها في اكياس، كده عملتهم 3 وجبات تمام. وحطيت عليها ليمون عشان الليمون بيخلي ريحه الفراخ حلوه. يعتبر كده عملتهم على 3 وجبات. مثلا بقى وسط الاسبوع هنعمل طبق فول، مش عارفه طحينه، الحاجات دي. بطاطس كده، ونيجي عامله وجبه كده. سمك نيجي عامله وجبه كده. فاهميني ازاي؟ فكمروه ده الميزانيه بتاعت بيتي. هناخد بقى اللي هي الصدور اللي قطعتها دي، غسلتها غسله حلوه. فهنعملها بقى معاكم دلوقتي بانيه. بس الحاجات اسرع اكله تعملها هي دي. هنعمل بقى مكرونه برضو كده. جبت مثلا معلقتين زيت، وهنيجي نازله بقى بكيس مكرونه تمام. وبس هنقلبها بقى، يعني ايه، تاخد نص سوا كده. وبعد كده نيجي نازله عليها بطماطم وكعب دجاج. احلى طبق مكرونه تاكليه مع، انت خلاص عايزه حاجه سريعه تاكليه مثلا مع البانيه. هنا بقى بهارات فراخ، فلفل اسمر، بابريكا، مكعب دجاج. هنحط بيضتين برضو عليهم. هو المفروض ان انت عايزه تعملي بيض لوحده، اوكي تمام، بس اللي هو ايه، هو كده انا عايزه ننجز. والطعم ده هو ده، يعني طعمها مثلا تعمليهم كده وتسجطيها في الفراخ. تسجطي الفراخ مثلا في التتبيله تعمليها وترجع، لا اختصري اختصري وبتطلع بطعم عسل والله. بس خلصتها بقى كده اهيت. وهنيجي مسخنه الزيت. عايزه نقول لكم الزيت لما بيكون ملهلب كده بيخليك الاكل عسل، مش اللي هو شايط، لا بالعكس. اصل لما تحطي الزيت وهو مش مغلي معاكي، هتلاقيه باظ منك اصلا. يعني اللي هو ايه، هيتملى كله رده، هيتملى كله دقيق، على حسب ما بتعملي. كده بقى المكرونه طابت، نزلت عليها احمرت يعني.
نزلت عليها بقى كام طماطمه كده في الخلاط، ملح فلفل كمون، مكعب دجاج. تمام، مكعب دجاج طعم الفراخ. بس كده هنوطي عليها عقبال ما نجلي البانيه، وهنقطع برضو طبق سلطه. عايزه نقول لكم كل ده تك تك ورا بعض. يعني ايه تك تك ورا بعض؟ ايوه خلصت على طول. طول ما انت نفسيا مرتاحه هتعملي كل حاجه في بيتك. طب تجيبي راحه نفسيه منين؟ من ربنا سبحانه وتعالى، من صلاتك، من حاجاتك الجميله، من دعواتك الحلوه. يا رب اجعل لي ساعه مباركه، يا رب يا رب اجعل لي شغل بيتي يا رب ده فيه ساعه مباركه يا رب من عندك. ادعي ادعي وكتري. ودعواتكم لاهل فلسطين اخواتنا وحبايبنا، يا رب يا رب يا كريم ربنا ينصرهم معاهم باذن الله يا رب. ربنا ما بيسيبش حد، وان شاء الله حجهم جاي باذن الله، حجهم جاي. لا حول ولا قوة الا بالله. والله انا عايزه نقول لكم ساعة ما بنقعد نسمع كده قلبي بيوجعني. يا رب يجيب لهم كل الخير باذن الله يا رب. كده بقى سخنت الزيت ونزلت كده بالبانيه بس. وده كان غدانا النهارده. اكله عايزه نقول لكم اسرع اكله تعمليها، وفي نفس الوقت حاجه بيتك نظافه، حاجه بيتك عارفه بتعملي ايه لعيالك. وعلى فكره ده نص البانيه مش كله، ده انا كمان سبت للعشاء. يعني قولي ده غدانا سبت تاني للعشاء منه. فالحمد لله نعمه وفضل من ربنا سبحانه وتعالى. عارفه انت تخترعي. شوفي امك كانت بتعمل ايه، وامك كانت بتعمل ايه، وامك كانت بتعمل ايه. افتكري ذكرياتك الحلوه وطلعيها ببيتك وعيالك. افتحي قلبك للحياه كده، لان ربنا سبحانه مدينا كل شيء، النعمه والستر والصحه. عايزه ايه تاني؟ افرحي وفرحي بيتك وعيالك، واعملوا حاجه بتحبوها واحضنوهم، وليك اصنعي ذكريات، اصنعي ذكريات جميله كده في يومك. ربنا يفرحكم باولادكم ويسعدكم في بيتكم جميعا يا رب، اللهم امين. كده بقى كنت خلصت. تعملي ايه تاني يا مروه؟ هنسجل مطبخ ونغسل مواعين. معلش فيديو النهارده كان طويل عليكم النهارده، بس مستنيه بقى لايكاتكم وكومنتاتكم الحلوه دي. انا حابه نشكركم كل على تعليقاتكم وكلامكم الحلو لكم، واكتر بالمثل يا رب. يا رب لكم باكتر حاجه يا رب، اللهم امين. حابه نشكر ام نضال واللي انت عاملاه معايا ومع بنتي. ربنا يحفظك يا رب ويخليكي لاولادك يا ام نضال. ام نضال من الاردن، ست بصم زي العسل كده، زيكم بالظبط كده. حابه نشكر ام الحبيب من الجزائر، الجزائر واهل الجزائر الناس الطيبه. حابه نشكر ام محمد من اسكندريه، ربنا يفرحك باولادك يا رب. هي بتقول لي معها اولادها متجوزين ومعاهم بنات زي العسل، ربنا يحفظهم يا رب. اول بنوته اسمها كين، والتانية اسمها تايلين. ربنا يحفظهم ويخليهم لك يا رب يا ام محمد، ويفرحك بفرح اولادك يا رب. ست العسل، الكلام الحلو اللي بتقولوه لي ده، فربنا يخلي لك يا رب تايلين وكين. انا مش عارفه صح ولا لا، بس الاسامي اذا غلطانه فيها قولي لي برضه. احلى بنات، ربنا يحفظهم يا رب وفرحكم بفرحهم يا رب يا ام محمد. ام محمد من اسكندريه. طبعا ام حماده من سوهاج، ربنا يفرحك باولادك يا ام حماده بنت سوهاج. ربنا يحفظك ويفرحك باولادك يا رب. ودينا، ربنا يعوض عليك يا رب يا دينا، ويسعدك يا رب ويرزقك بابن الحلال اللي يهنيك ويريح بالك، اللهم امين يا رب. ام صلاح من الجزائر، ام صلاح من المغرب، ربنا يفرحك بفرح اولادك يا ام صلاح يا رب، اللهم امين. ام نور، ام امينه، اخواتي وحبايبي في الجزائر، هدى، مش عايزه ننسى اي اخت، ام نور، حنان، كلكم، اسماء، مش عايزه ننسى اي اخت خالص. فربنا يخليكم ليا جميعا يا رب، ويفرحكم يا رب ويسعد روحكم يا رب، اللهم امين. ولكم بالمثل واكتر، اللهم امين يا رب العالمين. ويا رب كده ان شاء الله نسمع عن اهل فلسطين كل خير يا رب، اللهم امين. دعواتكم اخواتي. فانا مش عايزه اي اخت تزعل، انتوا كلكم فوق دماغي، ودي القناه بتاعتكم. بس صراحه الايميلات انا حتى جايبه من على الموبايل ملك، انا عارفاكم كلكم. فالايميلات عندي مش جايب اسامي خالص، جايب هي ارقام بس. فان شاء الله كده لكم بالمثل واكتر يا رب، ونسمع عنكم كل خير اللي بتعملوه معايا، اللهم امين يا رب. كده بقى كنت خلصت الحوض، غسلته مطرح بقى الفراخ ما كنت بنعملها وكده. هو كنت عايزه بكلور، بس زي ما كانش عندي كلور فقلت ما نجيب ان شاء الله برضو. هم مقطعوش من البيت،
بس كنت ناسيه باجي خالص، وبعدين كنت بره ودخلت وطلعت ففرهدت، يعني اللي هو ايه خلاص باجي. غسلت بقى الحوض والمواعين، كل ده ما خدش معايا حاجه خالص، لان طول ما انت بتستعيني بالله هتلاقي خزاين ربنا سبحانه وتعالى، خزاين ربنا واسعه، هتلاقي كل حاجه بصي متيسره في ايديك. فدايما ادعي ليك ولذريتك بالصلاح والفلاح، ادعي للناس اللي عندها الكرب، ادعي ليكي بالمثل واكتر، كتري. بس اوعي تقولي لحد، عارفه انت في حاجه اسمها جبر خواطر وفي حاجه اسمها طحن خواطر، خليكي من اهل جبر الخواطر على طول، عشان يعالم بالدنيا بتاعتنا الغريبه دي. الحمد لله الحمد لله، ربنا يجيبه، ربنا يسعدكم في بيوتكم ويهنيكم يا رب، اللهم امين. خلصت بقى اللي هو ايه، خلصت المطبخ خلاص، دعكت السيراميك وكده خلصت. وبعد كده كنا يعني حوالي الروتين ده كان قبل المغرب. بعد كده ذاكرت الملك وطلعت وقفت في البلكونه شويه بقى نغير جو اللي هو المطبخ والكلام ده. كده خلصت. بصوا المطبخ عامل ازاي. فعايزه بقى كومنتاتكم الحلوه، عايزه تعليقاتكم عشان عائلتنا تكبر اكتر واكتر واكتر، ربنا يخليكم لي يا رب. طلعت بقى بصوا الجو ده سبحان الله، وقفت شويه في البلكونه، بصوا المنظر ده منك لربنا كده، الله على الجمال. يلا نسيبكم في رعايه الله، فيديوهات جديده، تصبحوا على الف الف خير، مع الف سلام.